مدرب السواقة بيبقى معالج نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ المدرب بيشتغل على اي عقدة حصلت لك او اي مشكلة نفسية او اي خلفية ما كانتش احسن حاجة حصلت لك قبل كده لما بيجي يعلمك السواقة. لو عايزة تعرفي معنى الكلام ده تابعي معايا الفيديو للاخر. ولو اول مرة تشوفيني، انا كابتن اسراء، كابتن فريق السكار لتعليم السواقة للستات والبنات، وبعمل فيديوهات كتيرة عن السواقة علشان نقدر ننصح البنات والستات. في ناس كتير قوي بتيجي تتدرب معانا بيبقى عندها مشكلة او عقدة نفسية او خلفية حصلت لها قبل كده، زي مثلا ان حصل لها حادثة قبل كده او حصلت لحد قريب منها حادثة، او انها اتدربت سواقة مع حد كان عصبي جدا وغالبا ده طبعا بيبقى الزوج، او مثلا عندها فوبيا معينة من حاجة معينة في السواقة، او فوبيا من الطريق، او فوبيا من العربيات، او اي مشكلة نفسية او اي مشكلة عضوية. فده طبعا بتأثر على مستواها وهي بتتعلم السواقة جديد. طبعا احنا كمدربين بنتعامل مع جميع انواع الناس. مثلا احنا كستات مدربات بنتعامل مع عملاء كتير جدا من البنات والسيدات. في منهم بقى اللي فرفوشة، في منهم اللي جريئة جدا وماشية على الطريق، في منهم اللي هادية ورزينة وبتسمع الكلام، في اللي بتبقى خوافة جدا وعندها فوبيا وتوتر شديد قوي، في اللي عندها لا مبالاة ومش فارق معاها اي حاجة وتلاقيها كده في منتهى الاستهتار وهي بتسوق، وفي طبعا العصبية جدا واللي بتتوتر وبسرعة واللي بتتعصب بسرعة، وفي بقى اخطر نوع احنا بنتعامل معاه المتهورة، اللي هي ماشية بدماغها ومش عايز تسمع كلام اللي جنبها وماشية بأي حاجة هي عايزة تفكر فيها بتعملها على طول من غير تفكير. ده انا ساعات بقول لبعض المدربين احنا لازم ندرس علم نفس ونشتغل دكاترة نفسيين علشان نعرف نتعالج مع اي مشكلة لاي عميلة بتقابلنا، مشكلة نفسية مثلا او مشكلة فوبيا او حادثة، ان احنا نعرف نعالجها علشان نعرف هي تستفيد من الكورس صح وتحاول انها تسوق صح يعني. طب المدرب المفروض يعمل ايه علشان يشتغل على اي مشكلة عندك او ان هو يبقى معالج نفسي لاي حاجة حصلت لك قبل كده؟ رقم واحد في الكورس لازم تتعلمي كل القواعد والاساسيات، انك انت ازاي تتعاملي مثلا مع الطريق، ازاي تطلعي بالعربية، ازاي تتعاملي مع الزحمة، ازاي تركني. كل الاساسيات دي لازم تكوني عارفاها جوه الكورس. تاني حاجة لازم المدرب يشوف ايه اكتر مشكلة عندك. لو عندك مثلا مشكلة مع الملفات واليوتورنات يدربك عليها كتير، عندك مشكلة مع الركنات يخليكي تركني كتير ويعلمك ركنات صح، عندك مشكلة مع الشوارع الضيقة يطلعك على شوارع كتير ضيقة ويدربك عليها، عندك مشكلة مع الزحمة تطلعي في شوارع زحمة كتير وتقعدي تتدربي عليها. رقم 3 لازم يشوف مستواكي ويشوف انت واقفة فين بالظبط في الموضوع، ويشوف ايه اهم النصايح اللي يقدر ينصحك بيها. وطبعا اهم نصيحة دايما بنقولها ان احنا لازم نمارس كتير جدا. رابع حاجة انه لازم انه يقدم لك المعلومة بشكل هادي وبدون عصبية، ويقدمها لك بشكل سلس وبالراحة. خامس حاجة انه ممكن يكرر المعلومة اكتر من مرة ويقول لك الحاجة كتير كتير عادي، مفيش مشكلة جدا. كده كده الواحد اللي هو لسه بيتعلم جديد المعلومة اول ما بتخش دماغه او ان هو لسه بيتعلمها جديد بتبقى مش ظابطة كويس، بس مع التكرار والممارسة والكتير الموضوع بيظبط مع الوقت. وسادس حاجة طبعا يكون صبور على اي اخطاء بتحصل معاكي وانه يكررها من اول وجديد، وان انت كمان لازم تتعلمي من اخطائك، انك حاولي ما تكرريهاش كتير وتتعلمي منها وتستفيدي، واحدة واحدة الموضوع بيمشي ان شاء الله. بس طبعا كل ده ملوش اي لازمة مهما كان المدرب اللي جنبك اشتغل على اي مشكلة بدون الممارسة. يعني انت لو خدتي كورس وتعلمتي كويس والدنيا مشيت معاكي وخدتي كل الاساسيات وما مارستيش، طبعا انت كده بتبوظي كل اللي فات وضيعتي فلوس ووقت ومجهود على الفاضي، على ان الممارسة هي اهم حاجة، هي اللي هتظبط لك اي مشكلة عندك وهي اللي هتخلي مستواكي كويس. بالتدريب الكتير على اي مشكلة عندك ان شاء الله الموضوع هيظبط. ودي اهم نصيحة اي حد هيقولها لك وبيقولها لك لان هو بيسوق مثلا او بيدرب، الممارسة هي اهم حاجة في السواقة. وبس كده.